النهارده عملت بصل الكشري في الاير فراير بمعلقتين زيت بس، وطلع طعمه جميل ولونه ذهبي ومقرمش جدا جدا زي ما انتوا سامعين. وكمان حمصت عيش الكشري في الاير فراير، هسيب لك الفيديو بتاعه في صندوق الوصف. وقبل اي حاجه عايزه اقولك ان نوعيه البصل بتفرق جدا في بصل الكشري. افضل بصل الكشري عن تجربه البصل الاحمر، بيطلع طعمه مسكر ومش ممرر خالص، لان انا سبق عملته قبل كده بالبصل الابيض الجديد، ما كانش عندي غيره فجربته في الاير فراير طلع طعمه زي الورق بالظبط. تاني حاجه لازم تقطعي البصل شرايح متساويه قد بعضها على قد ما تقدري، يكونوا نفس السمك عشان ياخدوا نفس التسويه، بلاش يبقى فيه حتت رفيعه وحتت تخينه. الرفيعه هتتحمر وتتحرق، والتخينه لسه هتفضل لسه طريه ونيه. الكميه اللي عندي دي 5 بصلات متوسطه، قطعتهم زي ما انتوا شايفين، قطعها بالسكينه، قطعت البطاطس زي ما انت عايزه، وحطيت عليه معلقه زيت واحده وقلبته كويس. هفك البصل كده من بعضه عشان يتغلف البصل كويس بالزيت. بعدين هتسخني الاير فراير دقيقتين قبل ما تحطي البصل، وكمان رشيت الاير فراير رشه زيت وحطيت البصل وكمان فوقه رشه زيت، يعني كده حوالي معلقتين زيت بس هعمل بيهم الكميه دي. هظبط الاول الوقت 15 دقيقه على درجه حراره 180، يعني درجه حراره متوسطه عشان البصل يدخل في السوا ويدبل. واهم حاجه كل 5 دقايق لازم تفتحي تقلبي البصل عشان من فوق ما ياخدش لون ومن تحت يفضل ني زي ما هو. لازم كل 5 دقايق تفتحي تقلبيه زي ما انت شايفه كده. وده شكل البصل بعد ما عدى 15 دقيقه على درجه حراره 180. البصل دبل وطرى وبدا ياخد لون. في المرحلة دي أنا عايزة البصل ينشف ويقرمش وياخد لون ذهبي موحد زي بعض، فهقلل درجة الحرارة على 140 وأظبط كمان 10 دقايق. ولازم كل دقيقتين تفتحي عليه تقلبيه، وتخلي بالك كويس جدا ما ينفعش تسيبيه في المرحلة دي عشان ما يتحرقش منك. المهم انك تتابعيه في اخر 10 دقايق وتفتحي عليه كل دقيقه او دقيقتين تشوفيه لغايه ما يوصل لدرجه اللون اللي انت حباها وتفصلي عليه. مش شرط ياخد ال10 دقايق كلها، ممكن ياخد اقل، ممكن ياخد اكتر، دقيقه او دقيقتين حسب قوه الاير فراير بتاعتك. وكده اجمالي الوقت بصل الكشري اخد 15 دقيقه على درجه حراره 180 و10 دقايق على درجه حراره 140، وطلع مقرمش جدا ولونه ذهبي وطعمه حلو مش ممرر. وعملته بمعلقتين زيت بس بدل ما كنا بنعمله بربع ازازه الزيت. لكن بصراحه ما اخبيش عليكم، انا بحب اعمل الكشري على اصوله، وبحب استخدم زيت البصل في كل مكونات الكشري. فقليت بصلتين كده بالزيت زي ما انتم شايفين، بس طبعا بكميه زيت قليله بدل ما كنت بستخدم زيت كتير جدا عشان اعمل البصل ده كله. واكيد باين في الشكل واللون البصل اللي معمول في الاير فراير والبصل اللي معمول في الزيت. ولو عجبك الفيديو تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديده، وهتلاقي عندي قائمه تشغيل للاير فراير. واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.